السلام عليكم اخوتي المغاربه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في اول فيديو في هذه قناه انا مغربي. هذه القناه اللي غادي تتخصص ان شاء الله في اخبار ومباريات المنتخب المغربي، وللعلم اخوتي اني ديجا عندي شين باسم انا رجاوي، واللي المحتوى ديال ديك الشين هو الرجاء البيضاوي. فهاد الشين هذه درتها باش يكون المنتخب الوطني المغربي هو المحتوى ديالها، فان شاء الله هذه القناه وهذا المحتوى يلقاو اقبال ودعم عندكم باش ان شاء الله نزيدوا للقدام بهذا المحتوى. فالمهم الاخوان، اختاريت في هذا الفيديو انني نقربكم من الاجنده ديال المنتخب الوطني هذه السنه، بداية من التوقف الدولي ديال الشهر القادم مرورا بالوديات وصولا لكأس أفريقيا في المغرب. فغنشوفوا المباريات اللي عندنا والتواريخ ديالهم، زائد غنشوفوا الخصوم ديالنا، بحيث غندويو على هذا الشيء بالتفصيل. فقبل ما نبداو ما كنتش منكم انكم تشتركوا في القناة باش حتى نتوما تبداو معنا هذه الرحلة من الزيرو. فيلا الا اشتركتيو خلينا نبداو. وغنبداو بالمباريات اللي غيكونوا عندنا في التوقف الدولي ديال شهر 3، اللي غنواجهوا فيهم كل من المنتخبين التنزاني والنيجيري برسم تصفية كأس العالم 2026 اللي غتكون بأمريكا. هاد التصفيات اللي حطت المنتخب المغربي في نفس المجموعة مع كل من النيجر، تنزانيا، زامبيا، الكونغو وإريتريا. وللعلم أن منتخب إريتريا قد أعلن انسحابه من هذه المنافسة. هاد المجموعة اللي كيتصدرها المنتخب المغربي بتعود ديال النقاط، كيجي موراه كل من النيجر وتنزانيا بستة ديال النقاط لكليهما. فهذه فرصة باش أننا نبعدوا على هاد المنتخبين فاش غادي نواجههم في التوقف الدولي ديال شهر 3، بحيث غيكون عندنا ماتش كونتر المنتخب النيجيري يوم 17 مارس خارج الديار، قبل ما نرجعوا للمغرب ونواجهوا المنتخب التنزاني في يوم 21 من نفس الشهر. فهادو هما جوج مباريات اللي غيلعبهم المنتخب المغربي في هاد التوقف الدولي بخصوص تصفية كأس العالم. هاد المباراتين اللي غندويو عليهم بالتفصيل فاش غادي يقرب الموعد ديالهم. من بعد الاخوان غيكون عندنا في شهر 6 جوج مباريات وديه استعدادا لكاس افريقيا اللي غيكون منظم هنا في المغرب، جوج مباريات اللي غتكون عندنا ضد كل من البنين والمنتخب التونسي. من بعد في شهر 9 غادي نكملوا التصفيات المؤهله لكاس العالم، بحيث غادي نواجهوا النيجر داخل المغرب وغادي نخرجوا باش نواجهوا زامبيا خارج المغرب، هذا الشيء قبل ما نرجعوا للمغرب ونواجهوا المنتخب الكونغولي في ختام التصفيات المؤهله لكاس العالم. من بعد غادي نلعبوا مباراه وديه في شهر 10 ومباراتين وديتين في شهر 11 استعدادا لكاس افريقيا اللي انذاك غيكون مازال ليه شهر، واللي حضرنا القرعه فيها رفقه كل من جزر القمور، مالي وزامبيا. فكأس افريقيا اللي غيكون ان شاء الله في يوم 21 ديسمبر 2025، اللي المنتخب المغربي غادي يلعب المباراة الافتتاحية ضد منتخب جزر القمور في مدينة الرباط. من بعدها غادي نواجهوا مالي قبل ما نختموا بالدور المجموعات بلقاء كونتر زامبيا، وان شاء الله يكون التأهل للدور الثاني من هذا الكأس الافريقية، هذا الكأس اللي حنا كمغاربة راح عاقدين عليها امال كبيرة، خصوصا وانها منظمه في بلادنا، فحشو ما يجي شي منتخب اخر ويديها لنا. زائد الجيل اللي عندنا حاليا من اقوى الاجيال اللي دازت في الكره المغربيه، الا ما كانش هذا هو اقواهم، فراه ضروري هذا الجيل ياخذ على الاقل كاس افريقيا وحده. مهم نتمناو خير. فاخوتي هادشي اللي كان في هذا الفيديو، اول فيديو في القناه شفنا فيه المباريات اللي كيتسناو المنتخب المغربي هذه السنه. فكنتمنى ان هذا الفيديو يكون للاعجاب ديالكم، فإلا عجبكم المحتوى ما كرهتش انكم تشتركوا باش تدعموني نكمل في هذا الشيء. فإلا اخوتي حتى لهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو، شكرا لكم على المشاهده. دابا ما بقى غير نقول لكم تهلاو في راسكم وديما مغرب.